السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة وتيفو الأهلي السعودي. انتهت قبل قليل مباراة ماتشيدا زيليفيا مع شباب الأهلي دبي في إطار منافسات الدور النصف نهائي من دوري أبطال آسيا. فاز ماتشيدا زيليفيا على شباب الأهلي دبي بهدف وحيد سجله يوكي سوما في الدقيقة 12. المباراة شهدت مستوى متميز جدا من شباب الأهلي دبي، لكن حكم المباراة له رأي آخر. حكم المباراة سواء في مباراة ماتشيدا مع شباب الأهلي دبي مباراة النهاردة أو مباراة الاتحاد اللي فاتت برضو مع ماتشيدا، ويبدو أن الأندية اليابانية ناوية السنة دي تاخد لقب دوري أبطال آسيا فردة. الحقيقة أن أنا كنت مطمن تماما لمستوى الأهلي السعودي ومطمن أن احنا هناخد لقب دوري أبطال آسيا، وحتى من زمان من النسخة اللي فاتت من أيام كواساكي الياباني برضو. لكن السنة دي أنا بقول لكم ده إحساسي الشخصي، هناك اتجاه لدى الاتحاد الآسيوي، وهناك أموال تنفق وهناك إعلانات تدفع من الاتحاد الياباني ومن اليابان للاتحاد الآسيوي. فالأمر للأسف صعب على الأهلي، ولكن الأهلي إن شاء الله هيعملها. الأهلي بإذن الله هيعملها. طبعا كده خلاص الأهلي السعودي هيواجه ماتشيدا زيليفيا الياباني. المرة اللي فاتت لعبنا مع فيصل كوبي، المرة دي هنلعب مع ماتشيدا. مباراة الأهلي وماتشيدا بإذن الله هتكون يوم السبت المقبل 25/4 على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر، 8:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية. مباراة النهاردة ما بين ماتشيدا زيليفيا الياباني وشباب الأهلي دبي هي مباراة بكل المقاييس ظالمة. لو بصينا على إحصائيات المباراة هنلاقي إن شباب الأهلي دبي عمل كل حاجة. تسديدات 13 تسديدة لشباب الأهلي دبي مقابل 5 لماتشيدا الياباني. تسديدات على المرمى 2 مقابل 3. الاستحواذ 69% لشباب الأهلي دبي مقابل 31% لماتشيدا. الأخطاء 5 مقابل 5. البطاقات الصفراء شباب الأهلي دبي ما عندوش أي بطاقات صفراء وكان بيلعب النهاردة لاعب نظيف، وماتشيدا عنده بطاقة صفراء وحيدة، بطاقات حمراء مفيش. تسلل 1 على شباب الأهلي دبي، 0 على ماتشيدا. الضربات الركنية 6 لشباب الأهلي دبي مقابل 5 لماتشيدا زيليفيا. المباراة النهاردة ماتشيدا فاز فيها بالظلم. ليه الظلم؟ لأن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة في الدقيقة 101 أو 102، طبعا هو احتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع ولعبهم 9 حكم المباراة، وسجل شباب الأهلي دبي هدف وتم إلغاء الهدف بدون الرجوع للفار. هو رجع للفار كده بشكل يعني كروكي، بشكل منظر يعني قدام الناس. إلغاء هدف لشباب الأهلي دبي. انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ متخيل ان انت بتلعب على أرضك في المملكة العربية السعودية ويتم إلغاء هدف ليك؟ نفس الأمر حصل مع نادي الاتحاد السعودي وخرج من دوري أبطال آسيا أيضا بطريقة ظالمة جدا جدا، وتم احتساب أو إلغاء هدف سجله دانيلو بريرا في الدقائق الأخيرة برضو من الوقت بدل الضائع. ويمكن أغرب قرار أنا شفته في حياتي، أغرب قرار شفته في حياتي ممكن تتخيلوه، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد انتهاء مباراة الاتحاد وماتشيدا ووسط هذا الجدل الكبير نقلت صحيفة عكاظ مساء الاثنين أمس عن مصادر داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنه تم استبعاد الحكم الصيني مانينج من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. طب هو تم استبعاد الحكم الصيني مانينج من مباراة دوري أبطال آسيا للنخبة ليه؟ هو كان هيلعب إيه كمان أو هيحكم على أنهي مباراة؟ كان هيحكم المباراة النهائية، مباراة الأهلي وماتشيدا، مباراة النهائي دوري أبطال آسيا. أعلنت الصحيفة استبعاد مانينج، ويأتي بسبب الأخطاء اللي ارتكبها خلال قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيليفيا الياباني ضمن منافسات ربع نهائي النخبة الآسيوية.
يعني هم بيعترفوا بلسانهم ان في اخطاء للحكم. عايز اقول لكم ان في مقالات تانية على مواقع تانية بتقول اخطاء مؤثرة. طب ما طالما في اخطاء، طب ما تعيد المباراة. طب ما طالما في اخطاء ما تعيد المباراة. من اكتر المشاهد المؤلمة في مباراة النهاردة بتاعت ماتشيدا وشباب الاهلي ان بعد انتهاء المباراة فريق ماتشيدا بيفرح، فريق شباب الاهلي دبي راحوا مع الحكم يتخانقوا معاه ويتكلموا معاه، وانت عملت كده ليه؟ ومعلق المباراة يا عيني مستسلم تماما، وهو عارف ان الامر خلاص متظبط، وعارف ان الرشاوي تم دفعها في وقتها المناسب، وعارف ان اموال اليابان رايحة السنة دي للقب كأس الاتحاد الاسيوي او كأس اسيا بالظلم. فمعلق المباراة استسلم في الكلام وقال خلاص الفريق الياباني فاز، هنعمل ايه؟ اللي تابع منكم الماتش النهارده خلاص فاز، هنعمل ايه؟ وكأنه ليس هناك هدف تم إلغائه لشباب الأهلي دبي. وأوضحت الصحيفة أيضا أن الحكم الصيني مانينج غادر الأراضي السعودية بالفعل بعد قرار الاتحاد الآسيوي للعب ضده على خلفية المباراة سالفة الذكر، مباراة الاتحاد وماتشيدا زليفي. إذن نحن لدينا مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة المحاباة ومشكلة الرشاوي اللي دفعتها اليابان للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا واضحة مع فريق ماتشيدا تحديدا. ماتشيدا أمام الاتحاد صعد لنصف النهائي بالظلم، وصعد النهاردة مرة تانية أمام الإمارات بالظلم أيضا. هل يا ترى هيستمر مسلسل الظلم مع النادي الأهلي؟ الأمر صعب، لكني أرى والله أعلم أن الأهلي سيفوز بلقب دوري أبطال آسيا. وإذا كانوا هم هيلغوا لنا هدف في الدقائق الأخيرة، فمش هيقدروا يلغوا لنا أهداف في الدقائق الأولى. عشان كده الأهلي مطالب بأن هو يفوز من أول لحظات، من أول ثواني، تفوز وتفوز بنتيجة كبيرة 2 3 4 5-0. لأنك لو ما عملتش كده وكانت المباراة واقفة على الحركرك على هدف كده وحيد، للأسف المباراة هتتحسم لماتشيدا بالتحكيم الظالم. ايا ما كان الحكم ياباني صيني تركمانستاني، ايا ما كان الحكم جنسيته ايه، هو في النهاية ياباني. قبل قليل واللي تابع منكم مباراة ماتشيدا وشباب الاهلي، يايسيلا قعد بيراقب فريق ماتشيدا، وحرص المدير الفني للنادي الاهلي على التواجد في مدرجات ملعب المباراة التي جمعت بين شباب الاهلي الاماراتي وماتشيدا الياباني. وتأتي هذه الخطوة من المدرب الالماني في اظهار رغبته في دراسة الخصم القادم لفريقه بدقة قبل الموقعة النهائية على اللقب القاري. والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة يايسيلا وهو يتابع أحداث المواجهة بتركيز كبير، حيث يسعى مدرب الراقي لتدوين ملاحظاته الفنية حول أسلوب لعب الفريقين. وبما أن الفائز في هذه المعركة وهو نادي ماتشيدا هو اللي هيواجه الأهلي، فإن وجود يايسيلا كان لازم يبقى موجود ويعكس جدية المدرب اللي والله كلنا لازم نقف ليه تحية واحترام وتقدير. تحية واحترام وتقدير. أنا مش عارف، أنا والله قاعد عندي حالة من الشلل، أنا عندي حالة من الشلل، أنا مش عارف أقول إيه، أنا مش عارف أقول إيه. هنلعب المباراة المقبلة وانت عارف إنك ممكن تلعب وتموت نفسك في الملعب وفي الآخر تخسر بتحكيم ظالم. عشان كده بكررها رسالتي لجماهير الأهلي: العبوا المباراة المقبلة وفوزوا بأكتر من 2 و3 و4 عشان تسدوا الباب على التحكيم الظالم. عمر ما حكم المباراة هيغفلك في 2 أو 3 أو 4، هو هدف، والهدف بيبقى حساس، اللي هو هدف يعني لا يجتمع عليه 2، هدف مؤكد ان هو هدف مش هيقدر يلغيه. فلازم تسجل هدف من ركلات حرة، من تسديدة من بعيد، ومن امور اخرى. لكن هو الحكم بيلعب على ايه؟ على التسلل، بيلعب على التسلل، على مصيدة التسلل، وبيلعب على ان هو ما يحسب لكش ركلات جزاء. لذلك على لاعيبة الاهلي ان يركزوا في تسجيل اهداف من بعيد، تسجيل اهداف من تسديد من بعيد، من ركلات حرة، من ركلات ركنية. هي دي اقل فرص فيها للحصول على تسلل. ماتشيدا مشواره اقل من عادي،
فاز في مرحله المجموعات بدوري ابطال اسيا 3-2، وبعديها فاز، وبعديها تعادل 0-0 في مرحله المجموعات، بعديها فاز 1-0، بعديها فاز 1-0 على نادي الاتحاد، والنهارده فاز 1-0 على شباب الاهلي دبي. اقسم بالله انديه اقل من المتواضعه، ولكن هي للاسف خدت دور ووصلت للنهائي، لان الاتحاد الاسيوي ظالم ومتواطئ مع اليابان وكره القدم اليابانيه. دمتم في امان الله، والفوز ان شاء الله اهلاوي على ماتشيدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.